السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وأهلا بكل الناس الأحرار اللي بيتابعونا. الحقيقة الفترة اللي فاتت دي عندنا صعوبة كبيرة جدا إن احنا نعمل فيديوهات بسبب كم الريبورتات الرهيب اللي بيجي علينا، بسبب الناس عبيد البيادة اللي هم خايفين من الحقيقة، خايفين إن هم يعرفوا الحقيقة، مرعوبين إن هم يسمعوا صوت الحق. امبارح حصل حاجة مهمة جدا، ان صدر حكم من المحكمة تاني ان تيران وصنافير مصرية، حاجة في منتهى الأهمية، حكم مهم جدا صدر امبارح ان تيران وصنافير مصرية. لكن طبعا كالعادة يعني حصل تدخل من المحكمة الدستورية علشان ينهوا الحكم ده، علشان يضيعوا الحكم ده. ف يعني ده المتوقع طبعا، اللي هم يعني عايزين خايفين من الاحكام القضائيه الصحيحه. فالسيسي وعصابته بيستخدموا عصابه عبد الله، يعني المحكمه الدستوريه اللي برئاسه عدلي منصور، علشان يقولوا ان الجزر دي سعوديه. قمه في الحقاره، قمه في السفاله، وقمه في الاستبسال. يعني عايزين يستبسلوا بشكل كبير جدا، يعني علشان يقولوا ان الارض دي سعودية. طبعا تيران وصنافير ارض مصرية 100%، لكن عبد الفتاح السيسي وعصابته مصمم انه يسلم الارض دي لاسرائيل عن طريق السعودية. فبيستخدم المحكمة الدستورية علشان يوقف حكم القضاء المصري، اللي هو طلع اكتر اربع احكام قضائية نهائية بتقول ان تيران وصنافير مصرية. اخرهم امبارح لسه كان لسه كان طالع حكم يعني المحكمة ان تيران وصنافير مصرية. فاستخدم عبد الفتاح السيسي المحكمة الدستورية وتقول ان القضاء ملوش علاقة بالموضوع ده، وان ده من اختصاص البرلمان. طيب لو الكلام ده صحيح، لو افترضنا ان الكلام ده صحيح، ليه الدولة لو هو كان يعني لو هو كانت القضاء غير مختص بالموضوع ده، ليه كانت الدولة جابت محامي وراحت وقفت قدام خالد علي وراحت تحاول تثبت ان تيران وصنافير سعودية قدام القضاء؟ اذا كان القضاء مش مختص، هم ليه عملوا كده؟ عبد الفتاح السيسي نفسه قال في خطابه القضاء هو اللي هيحكم في الموضوع ده. لما يجي حكم القضاء مش على مزاجهم، يبقى ايه؟ يبقى يقول لك ده حكم القضاء ده يعني، او القضاء مش هو الجهة المختصة بالموضوع ده، ده البرلمان. طيب لو كان القضاء حكم في صالحهم، كان ايه اللي هيحصل؟ كانوا هيرحبوا جدا بالحكم. لكن الحقيقة ان هم علشان الحكم ما جاش على مزاجهم، فجاموا دلوقتي يقول لك لا، اصل القضاء غير مختص. فاستخدموا ايه بقى؟ استخدموا عدلي منصور اللي كان محطوط في الثلاجة الفترة دي كلها. لما لقوا ان كل القضاة بيطلعوا احكام ان تيران وصنافير مصرية، قاموا قال لك خلاص احنا نحول الموضوع تبعنا، ويبقى الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا. نحوله لمين؟ لعدلي منصور. وانتوا عارفين الراجل عدلي منصور ده السنة اللي هو جه فيها كان الراجل بيبصم على اي حاجة وبيعمل اي حاجة، يعني فهو الراجل بتاعهم يعني. فهم بعتوا الموضوع للمحكمة الدستورية علشان يقولوا، المحكمة الدستورية تقول لهم لا، ده القضاء ملوش دعوة، ده اختصاص البرلمان. وده يا جماعة سر ان عبد الفتاح السيسي تجاهل احكام القضاء الفترة اللي فاتت دي، لان واضح ان هو كان عنده بديل، واضح ان هو كان يعني مستني، مش مهم عنده احكام القضاء لان عنده عدلي منصور هيمضي لهم في اي وقت ان الموضوع ملوش علاقة بالقضاء. فاذا احنا قدام جريمة متكاملة، جريمة ان احنا بنتنازل عن ارض المصرية، جريمة ان عبد الفتاح السيسي ابن اليهودية بيتلاعب بكل اجهزة الدولة. وكل اللي احنا شايفينه ان عبد الفتاح السيسي وعصابته هم اللي عايزين يثبتوا ان الجزر دي سعودية. السعوديين نفسهم ما يعرفوش فين اصلا تيران وصنافير دي. يعني في بعض السعوديين لو وريتهم خريطة ما يعرفوش اي حاجة، ناس في الطراوة ما يعرفوش اي حاجة. طيب السعودية عايز تدي الجزر دي لإسرائيل علشان تستخدم إسرائيل كحليف ضد إيران بس. فيعني السعودية وإسرائيل دلوقتي حلفاء مع بعض، بيحاولوا إن هم يعملوا خدمات متبادلة مع بعض، علشان إن إيه اللي يحصل؟ إن السعودية وإسرائيل يبقوا حلفاء
في الناتو العربي اللي هم بيقولوا عليه علشان يبقوا مع بعض ضد ايران. اسرائيل كانت ضد الاتفاق النووي اللي عملته امريكا مع ايران، السعوديه كانت ضد الاتفاق النووي اللي عملته امريكا مع ايران. الاثنين عندهم مصالح مشتركه ان هم يقفوا ضد ايران. السعوديه شايفه ان العدو الوحيد في المنطقه هو ايران، مش مهم القضيه الفلسطينيه، مش مهم المسجد الاقصى، مش مهم اي حاجه، العدو هو ايران بالنسبه للسعوديه. وفي نفس الموضوع برضو دلوقتي اسرائيل شايفه العدو الوحيد هو ايران اللي ممكن يسبب خطوره ليها. لكن عبد الفتاح السيسي ده جاسوس شغال عندهم. السعوديه دوله ضعيفه، الاردن دوله ضعيفه، لبنان دولة ضعيفة، فهم شايفين ان ايران الوحيدة اللي ممكن تكون ليها اي قوة عسكرية خطيرة تأثر عليهم. فعشان كده اسرائيل شايفة ان العدو الوحيد هو ايران. فاذا مصالح السعودية ومصالح اسرائيل يعني تقابلت في النقطة دي، فعلشان كده السعودية بتحاول تقدم تنازلات غير مسبوقة علشان تدعم اسرائيل، ويبقوا الاثنين في حلف واحد ضد ايران. طيب نيجي بقى لموضوع مهم جدا يا جماعه. موضوع ايه بقى؟ موضوع الاكاذيب اللي اعلام عبد الفتاح السيسي بيروجها للناس. دي حاجه في منتهى الاهميه، عشان لو عندك واحد صاحبك سيساوي، وانا ما بحبش اقول سيساوي مش سيساوي، احنا كلنا مصريين في الموضوع بالذات، زي ما قلت قبل كده في موضوع تيران وصنافير ده، احنا كلنا مصريين. ارجو ان احنا نبعد عن التصنيفات تمام، بس يعني هنستخدم لقب سيساوي ده اللي هو الشخص اللي يعني لسه مضحوك عليه واللي بيصدق اكاذيب عبد الفتاح السيسي. فانا حبيت اقول لحضراتكم بعض الاكاذيب، ونفترض مع بعض الاكاذيب دي صحيحه، ونشوف الكلام ده صح ولا غلط. الاكذوبه الاولى، بيقولوا ان قبل كده الجزر دي ما كانتش بتاعتنا خالص، لكن كانت طبقا لاتفاقيه كامب ديفيد، مصر مش من حقها تحط قوات عسكريه على الجزر دي، لكن لما الجزر تتسلم للسعوديه، السعوديه مش جزء من كامب ديفيد. انا بقول لكم كذبه اللي هم بيقولوها، السعوديه مش جزء من كامب ديفيد، وبكده مصر تقدر تروح تحط قوات على الجزيرتين دول. طيب الكلام ده هنفترض ان الكلام ده صحيح، يعني هنفترض ان فعلا لو السعوديه خدت الجزر دي، مصر فعلا راحت حطت قاعده على يعني على الجزيرتين. الممر نفسه المهم اللي هو ممر خليج العقبة ده هيتحول من مياه إقليمية مصرية لممر دولي. إذا حضرتك لو حطيت قوات أو ما حطيتش قوات على الجزيرتين، مش هتقدر إن أنت تمنع أي حد أو تعمل أي حاجة. يعني لما يكون ده ممر دولي، يعني مش أرض، يعني مش مياه إقليمية مصرية، يبقى أنت كده فقدت السيطرة. فأنت حتى لو حطيت القوات على الجزيرتين، ده على فرض، يعني احنا بنفترض الكلام ده يعني هيحصل، وده الكلام ده ملوش اي علاقه بالصحه ولا في قوات هتحط ولا حاجه، بس احنا خلينا معاهم لحد الاخر. فلو حطوا القوات دي فعلا زي ما هم بيقولوا على الجزيرتين، لو قوات مصريه حتى، مش انت اصلا فقدت السيطره على الممر اللي هو خليج العقبه، تحول من مياه اقليميه مصريه لممر دولي. اذا انت عندك قوات او ما عندكش قوات، انت فقدت السيطره على خليج العقبه تماما، تحول لممر دولي. ما تقدرش تمنع اي حد حتى في حاله الحرب، لان الميه دي بتعتبر مياه دوليه. طيب لو الجزر دي فضلت مصريه، ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق بين ده وده؟ رغم ان انت ما تقدرش تمنع الملاحه، ما تقدرش تمنع الملاحه برضو طبقا لاتفاقيه كامب ديفيد. اقول لك الفرق يا سيدي، ان انت في حاله الحرب تقدر حضرتك ان انت تمنع الدوله اللي انت في حاله حرب معاها من الدخول في خليج العقبه، لان دي مياه اقليميه مصريه تماما، مش مياه دوليه. الحاجه الثانيه ان انت في حاله السلام، ان حضرتك تقدر تفرض ضرائب ورسوم على الناس اللي داخله، على السفن اللي داخله من خليج العقبه، لانها مياه اقليميه مصريه. طيب ده اهميه ايه موضوع الرسوم ده؟ عشان لو اسرائيل عملت قناه برجوريون او عملت خط السكه الحديد اللي هم بيقولوا عليه، اللي هو موازي لقناه السويس، اللي هو ممكن يدمر قناه السويس لان التكلفه هتبقى ارخص، انت حضرتك ممكن تعوض ده عن طريق لو هم عملوا المشروع ده، تقدر ان انت تبوظ لهم المشروع عن طريق ان انت تزود، تحط ضرائب على السفن اللي داخله من خليج العقبه. لكن لو الممر ده تحول الى ممر دولي، اذا حضرتك ما تقدرش تحط اي حاجه، اي يعني فلوس او ضرائب او رسوم
على السفن اللي داخله وخارجه في خليج العقبه، لانها تحولت من مياه اقليميه مصريه الى مياه من مياه اقليميه مصريه الى ممر دولي. ممر دولي يعني خارج حدودك، يعني انت ما تقدرش تسيطر عليه. واخدين بالكم؟ ودي نقطه يا جماعه مهمه جدا. ففكره ان في قوات مصريه هتروح على الجزر والكلام ده كلام فارغ يا جماعه. السعوديه مضت ان هي هتبقى جزء من كامب ديفيد، والقوات الاسرائيليه هي اللي هتتولى امن الجزر دي بعد كده بشكل مباشر، والممر ده هيبقى ممر دولي، مصر مش هيبقى عليها ليه اي سيطره. طيب الاكذوبه الثانيه بيقولوا ان علشان ان الجزر دي لازم تتسلم للسعوديه علشان نبني جسر الملك سلمان اللي هيجيب 200 مليار. ما تفهمش هيجيب 200 مليار ازاي يعني. طيب طب هل ممكن احنا نبني الجسر ده من غير ما نسلمهم الجزر؟ ممكن. تسليم الجزر ملوش اي علاقه بال يعني ببناء جسر الملك سلمان على الاطلاق. دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. الحاجتين مالهمش اي علاقه ببعض. الحاجه الثالثه هم بيقولوا ان مصر طبقا لاتفاقيه كامب ديفيد ما كانش ليها حق التنقيب في المنطقه بتاعت الجزر دي. الكلام ده كلام فارغ يا جماعه خالص. اتفاقيه كامب ديفيد ملهاش علاقه بحق التنقيب ومش حق التنقيب. ده موضوع، وده موضوع مصر من حقها انها تنقب في اي مياه اقليميه بتاعتها. لكن لما يبقى بقى الارض المياه الاقليميه تتحول الى ممر دولي، مصر مش هيبقى من حقها انها تنقب في المكان ده خالص، لانه هيبقى مش ارضها، هتبقى مياه اقليميه، مياه دوليه مش مياه اقليميه. فده برضو اكذوبه. برضو يا جماعه عايز افهمكم ان في اتفاقيه لقناه السويس، ان قناه السويس يبقى فيها حريه ملاحه، اسمها اتفاقيه القسطنطينيه. اتفاقيه القسطنطينيه دي ان مصر ما تقدرش تمنع اي سفينه ان هي تدخل من قناه السويس ايا كانت جنسيتها، الا اذا كان في حاله حرب مع الدوله دي. طيب طبقا لاتفاقيه القسطنطينيه ان مصر ما تقدرش تمنع اي سفينه من الدخول والخروج من قناه السويس، لكن ما دام قناه السويس مياه اقليميه مصريه، اذا حضرتك من حقك ان انت تحط جمارك على قناه السويس. وده اللي احنا كنا عايزينه يحصل كمان في خليج العقبه، يعني نفس الاتفاقيه تقريبا. فالناس اللي بتقول ان احنا التنازل عن الجزر ده مصلحه، ده غلط. لو كنا تنازلنا عن قناه السويس، احنا عندنا هنا اتفاقيه دوليه بتضمن حريه الملاحه في قناه السويس، لكن بنقدر ناخد يعني عائد على الجزر، على السفن اللي داخله وخارجه في قناه السويس. برضو نفس الحكايه كان ينفع انها تطبق على خليج العقبة. عشان كده إسرائيل كانت مستنية لحد ما تاخد الجزر دي علشان تعمل المشروع بتاعها اللي هم بيسموه قناة السويس الإسرائيلية، اللي هم قالوا وأعلنوا عنه وشفناه يعني اتقال في كل وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة. إذا بكل تأكيد تسليم الجزر دي، تسليم جزر تيران وصنافير، مش في مصلحة الأمن القومي المصري على الإطلاق. الجزر دي طول عمرها مصرية، طول عمرها داخل الحدود المصرية، طول عمرها دايما احنا يعني جزء من الوطن المصري. التفريط في تيران وصنافير خيانة كبيرة جدا. ويعني اتمنى ان احنا لازم يا جماعة ندافع عن الارض المصرية بشكل يعني ما فيهوش تهريج، لان دي هتبقى بداية كبيرة جدا للخراب اللي احنا بنستنيينه. دلوقتي مياه النيل هتنشف، عايزين يتنازلوا كمان عن حلايب وشلاتين، تنازل بالفعل عن حقول الغاز في البحر المتوسط برضه لاسرائيل بالصدفه. خلي بالكم ابن اليهوديه ده دايما ما بيحبش يتنازل غير لاسرائيل. يعني ممكن ما يديش حلايب وشلاتين للسودان، لكن لو اسرائيل طلبت حلايب وشلاتين ممكن يديها لاسرائيل. فيعني الارض يا جماعه يعني ملهاش علاقه بالاختلافات السياسيه. اتمنى من كل الناس انها تنسى خلافاتها السياسيه شويه، تجنب خلافاتها السياسيه شويه، وتركز في حاجه واحده بس، هو الحفاظ على ارض مصر ومقاومه بيع تيران وصنافير بكل الاشكال، لان دي خيانه. والتاريخ مش هيغفر لاي حد انه تنازل في موضوع بيع تيران وصنافير او ما حاولش انه يقف قدام بيع تيران وصنافير. وشوفوا يا جماعه الناس اللي هي مضحوك عليها بالاكاذيب اللي انا قلتها لحضراتكم دي، حاولوا ان انتوا تتكلموا معاهم تفهموهم، لان في الاخر كلنا هنتضرر. لما قناه السويس يعني تخيل مثلا احنا دلوقتي كدوله الدولار وصل تقريبا ل 18 جنيه ونص او ساعات 19. تخيل كمان لما تخسر مصدر مهم جدا من العمله الصعبه اللي هو قناه السويس، اللي هتتدمر تماما لو يعني جزر تيران وصنافير دي اتسلمت عشان
مشروع قناه السويس البديله القناه السويس الاسرائيليه. تخيل بقى كمان الحاله الاقتصاديه هتبقى قد ايه اسوأ من دلوقتي، وسعر الدولار هيوصل كام، لان كمان العمله الصعبه اللي بتخش من قناه السويس اللي موجوده دلوقتي مش هتدخل كمان، رغم كمان يعني الوضع هيبقى من سيء لأسوأ. وهو ده اللي عايزه عبد الفتاح السيسي وعصابته. انا اعتقد ان عبد الفتاح السيسي بيدمر في مصر يا جماعه بشكل ممنهج، وهو قاصد اللي بيعمله ومصمم ان هو يدمر مصر بشكل كامل. لازم كلنا نكون واعيين، وانا بدعو كل الشرفاء ان هم يقفوا يعني ضد بيع ارض مصر. يعني اختلفوا سياسيا زي ما انتم عايزين، انتم احرار، لكن اتمنى ان انتم تقفوا كلكم قدام بيع ارض مصر. بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.